السلام عليكم ورحمة الله. بما اني الاخت الكبيرة لاخواتي، فسراء اختي الصغيرة جت تسألني سؤال، فحبينا نشارك معاكم السؤال والإجابة. كنت شفت فيديو بيقول ان الحجاب مش من اركان الاسلام، فبالتالي هو مش فرض. فانتي عايز تعرفي هو فرض ولا مش فرض، وهو بما انه فعلا مش موجود. ماشي، بسم الله. اول حاجة، هو الحجاب فعلا مش موجود في اركان الاسلام، واركان الاسلام 5 ومعروفين. تمام. طيب، هل احنا الاسلام بتاعنا بس الاركان ال5؟ صحيح. طيب، الحديث اللي توضح فيه الأركان 5 يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. بني ده معناه إن الإسلام ده بناء كامل. ماشي. طيب، لما بنيجي نبني بيت يا ثراء بنعمل ايه؟ نبني بيت من الأول خالص. معاك حتة أرض انت عايزة تبنيها، عايزة تعملي شقق وأدوار وكذا وكذا، بنعمل ايه؟ ماشي. أول حاجة معنا حتة أرض، بيحفروا تحت عدد الأدوار اللي احنا هنطلعها فوق. وليكن أنا شايف إن أنا مثلا هطلع 5 أدوار فوق، فأنا هحفر تحت 5 متر أو حاجة، مش متأكدة، أن يكن. وبعدين بحط صبة، وبعدين برفع عمدان. دول بالنسبة لي الأركان ال5. حطيت صبة في الأرض ورفعت عمدان على البيت. هل ده يا سراء مكان ينفع نعيش فيه؟ لا. يعني جاست ان سيدنا محمد قالك انتي معاكي انك تقولي الشهادة وتصلي وتصومي وتزكي وتحجي البيت. هل دول مين دول؟ احنا نعملهم ازاي؟ هنقدر نعملهم؟ يعني ايه صلاة؟ يعني ايه زكاة؟ يعني ايه صوم؟ مش عارفين. 5 كلمات وبس. تمام. اذن احنا محتاجين ان البيت يطلع له حاجات تانية. احنا محتاجين نرفع حيطان، محتاجين سقف، محتاجين ندخل جوه البيت نمحر ونبيض ونحط سباكة وكهرباء وكل حاجة. صحيح؟ صح. إذن الأركان ال5 بس دي مجرد عمدان أساس للبيت. أجي بقى أنا عايزة أرفع حيطان وأظبط الغرف وأقسمهم وأرفع أحط سقف. صحيح؟ وأعمل محار. دول مين بالنسبة لي هنا في الدين الإسلامي؟ دول بالنسبة لي المصحف، القرآن اللي سيدنا محمد جه بيه. القرآن بيقولك اعمل 1 2 3، وما تعملش 1 2 3. تمام. 1 2 3 لو عملتهم حياتك هتستقيم، و1 2 3 لو عملتهم هتفشل. تمام. اذا ده ركن تاني. طيب، هل في المودرن هاوسز اللي احنا يعني عايشين فيها الايام دي، هل ده ينفع نعيش فيه كامل؟ لا. هل احنا لو قرأنا المصحف دلوقتي عرفنا يعني ايه صلاة برضو؟ هل في المصحف مذكور انا هصلي ايه وايه وايه وهصليهم ازاي وكام ركعة كل واحدة؟ لا. يبقى انا ناقص حاجة. ناقص ان انا ادخل البيت ابيضه واحط كهرباء واعمل سباكة واحط بلاط عشان اقدر افرشه كمان واعيش فيه، ويبقى بيت كامل متكامل. اذا انا لسه ناقص عندي ضلع. الضلع الثالث السنة. طيب، في ناس بتقول ان السنة دي محدش ياخد بيها، او ان انا قرآني والسنة مش حاجة المفروضة عليا. هل ده صحيح؟ طب ليه مش صحيح؟ عشان نكمل. طيب، في آيات من القرآن، هل في آيات من القرآن اللي أنا خلاص أنا مؤمنة بالمصحف إيمان كامل، هل في منه آيات بتقول لي أنت لازم تاخدي بالسنة؟ إيه بقى؟ قالك في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أدي آية. نيجي على سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، كفاية؟ مش كفاية. سورة التغابن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أعتقد دول كفاية، برغم إن هو في كتير من الآيات بتقولك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مش بس الله، نطيع الله وإحنا بنطيع الله وبنطيع الرسول. مجرد طاعتنا لرسولنا وسنته إحنا كده أصلا بنطيع ربنا. هتقولي لي ياسمين ايه بقى الحبشتكنات دي؟ انت جايبه كل الكلام ده منين عشان تقولي لي الحجاب بس فرض؟
احنا قلت ان احنا مؤمنين بالاركان الحمد لله، مؤمنين بالقرآن وبالسنة. نيجي من القرآن اجيب لك ان الحجاب فرض، ماشي كده احنا مؤمنين ان مش بس الاركان هي اللي فرض. لان برضو انا لو جبتك تاني هقولك طب ما هو في الخمرة، ما الخمرة حرام نشربها، جبتيها منين؟ المصحف. القرآن. طيب ما هو احنا المفروض نصلي، جبتيها منين؟ من المصحف. طب ونصلي ازاي؟ جبتيها منين؟ جبتيها من السنة. كل حاجة مرتبطة ببعض. فيجي ربنا عز وجل يقولك ايه في سورة النور؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طيب هل كده انت عرفتي يعني ايه حجاب؟ هل كفاية ان انا اضرب بالحجاب على جيبي وخلاص الموضوع انتهى؟ طب هو ايه مواصفات الحجاب؟ نرجع بقى للسنة. قالك السنة ايه؟ لا يصف لا يشف. يعني ما ينفعش اروح البس حاجة شفافة، ما ينفعش حاجة توصفني. تمام؟ يبقى دي انا كده ربطت ايه؟ ربطت القرآن بالسنة. تمام؟ كده البيت كامل. خدتي اجابتك؟ اه مقتنعة؟ اه اوكي، السلام عليكم.